ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم في فيديو جامد كالعاده، ويلا بينا نبدا. فيديو النهارده ببساطه في عميل كلمني وقال لي انا عايز منك تصميم كذا كذا. الاسكانات هتظهر دلوقتي هنا، وهنبدا نعمل له التصميم زي ما هو طلب. يلا بينا. قبل ما ابدا الفيديو حابب اعرفك عن نفسي. انا عمر ابراهيم، صاحب قناه معرفش، او ممكن نغير اسم القناه دي. تمام، ويلا بينا. وحاجة كمان، احنا هنستخدم برنامج كانفا. اللي ده هو ده اللي هنستخدمه، هتلاقي رابط البرنامج في بايو القناة. يلا بينا نعمل التصميم للعميل ونشوف هيقيمنا. اهم حاجة يقيمنا. وهتلاقوا المعرض بتاعي اللي هو على بيهاينز. لو حابين نشرح لكم الطريقة قولوا لنا تحت في التعليقات، وان شاء الله يكونوا خير. يلا بينا. تمام يا شباب، بص احنا هنحتاج جيمي 9 في حاجة، يعني هنشرحه بعدين وهنظبطه بعدين، بس احنا هنحتاجه دلوقتي وأعلمك ازاي. هتنزله من على متجر بليه عادي، هو وكانفا. تمام، وتدخل عليه. احنا كده دخلنا عليه. نختار إنشاء صورة. تمام، وهنيجي هنا على علامة الزائد ونختار معرض الصور عشان نحمل الصورة اللي احنا عايزين نشتغل. دخل معانا نختار الصورة، أنا هختار الصورة دي. بص بقى، انت عايز واحد اطرش، واحد اعمى، واحد يعمل، اكتب له حرفيا كل حاجه وهو هيطلع لك النتيجه انت ما تتوقعهاش. اعتبر واحد صاحب. انا هديله الوصف ده، محدش طبعا انصحه ياخد الوصف ده ويعمل بيه حاجه، بس انا هديله الوصف ده. تمام، وهو هيعمله لي ونخش على برنامج كانفا على طول. يلا بينا. برنامج كانفا سهل وبسيط، وإن شاء الله يعني مفيش حاجة معقدة فيه خالص. هندوس هنا على إنشاء، هيحولنا الصفحة دي. هننزل تحت 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 تحت، ونختار صورة مصغرة لليوتيوب. احنا هنعمل صورتين ان شاء الله. الصورة المصغرة بتاعت الفيديو ده مش هتاخد معانا 3 دقايق حرفيا، والصورة اللي العميل طلبها. يلا بينا يلا بينا. هنخش هنا، هنيجي هنا على حاجة اسمها معرض الصور، والصورة اللي جبناها من جيمي 9 حملناها وخلينا جيمي 9 يوصفها، هي دي. هندخل بيها على الصفحة على طول، إضافة إلى الصفحة. تمام، هي هتظهر معانا بالشكل ده. مش هنقعد احنا نكبر بقى ونبوظ الصورة ونبوظ بقى تاني. في حاجة كانفا عاملاها جميلة جدا جدا جدا، اللي هي ايه؟ اللي احنا ممكن نيجي هنا على، نسحب الشريط كده ونختار قص، ونختار من كلمة هنا توسيع. تمام، ونعمل الصفحة كلها. نختار الصفحة كلها ونتك على دايرة التوسيع السحرية. هيجيب لنا نتيجة احترافية جدا. انتظر. هو جاب لي دلوقتي 4 نتائج. احنا ممكن نختار اي نتيجة، مش مشكلة، مش مشكلة خالص. اي نتيجة تعجبك خد. تمام، انا كده كده مش هنعوز الخلفية في حاجة. تمام، ونتك تمام. هنيجي هنا بقى على حاجة اسمها كمان مزيل الخلفيات، عشان نزيل الخلفية دي عشان مش عايزينها أصلا. فهنتك على مزيل الخلفيات. تمام، هيجيب لي، هيظبط لي الصورة. هنحتاج بقى نجيب لها ايه؟ خلفية، اللي هي البانر اللي انت شفته كده. فاحنا هنيجي على العناصر هنا، ندوس عليها ونتك على مربع. نبحث مربع، نختار هنا، اختار الشكل ده. هو جاب لي خلفية انا مش عايزها، صح؟ صح. نكبره بس كده ونظبطه على مقاسات الصورة كده. تمام تمام. احنا هنختار هنا بقى ايه؟ هنجيب هنا، هنطلع الطبقة بتاعت الوش دي فوق وننزل الطبقة دي تحت. عايزين بقى نعمل الخلفية زي لون الترنج او اغمق شوية، عشان بحيث يدي فيه تناسق كده للصورة اللي بتتشاف. تمام، فالموضوع سهل وبسيط. هنتك كده على الخلفية، هيظهر لي معايا. هنروح على حاجة اسمها اللون، وهنيجي هنا على الأداة دي
وبعدين نختار دي، وبعدين نيجي بدي تحت كده على المكان ده بحيث يكون غامق، ونعمل تم كده. الخلفية بقت معانا شكلها بيرفكت. ممكن يعني نغمقها شوية كده، كده هيبقى شكلها جامدة قوي. تمام تمام. هنرجع كده على غلط دي، تمام، ونتك صح كده. احنا عايزين بقى اضاءة، عشان انت عندك الوش يمة اليمين في اضاءة والتاني اسود، فاحنا كده عايزين اضاءة. فهنيجي زي ما عملنا زي المربع، وهنيجي على كلمة العناصر وندوس عليها ونكتب اضاءة. هيظهر معانا بالشكل ده. نخش على تصميم جرافيك ونختار اضاءة مناسبة. يعني انا اختار مثلا الاضاءة دي، يعني اضاءة حلوة مش بطالة يعني. فاحنا ممكن نقلبها كده ونيجي كده ونكبر نكبر 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 بحيث تيجي على الوش والهدوم، ونظبط الزوايا كده ونيجي هنا. طبعا هي مش هتكون كده لان هتكون شكلها اوفر شوية، فاحنا هنسحب الشريط اللي تحت ده ونيجي هنا على الشفافية، ندوس عليها ونغمق الشفافية شوية 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 بحيث يدينا شكل لطيف كده وحلو ونحس بالإضاءة. أنا شايف إن هي كده ممتازة. اتفضل ايه بقى الكتابة دي من أسهل حاجة تعملها في كانفا. هتيجي هنا على النص، تمام، وتعمل هنا إضافة عنوان وتكتب. أنا هكتب على الصور حاجات وهرجع لكم. تمام، أنا كتبت كده وظبطت كل حاجة. ففي حاجة مضايقاني ومضايقاكوا كلكوا، يلا نعملها. عارفين علامة جيمي 9 دي؟ احنا ممكن نكبر كده بالصباعين اللي هو الكبير والتاني ده، ونيجي هنا على العناصر ونكتب مربع، تمام، وناخد المربع ده ونصغره كده على قدها ونخفيها خالص، يعني فيها اللي يخفيها، ونغير زي ما علمتكم اللون بتاعه. نيجي هنا ونتك هنا ونظبط شوية حاجات. هي يعني ما اختفاش كليا بس شكله يعني حلو، يعني متناسق. وكده خلصت الصورة المصغرة بتاعت الفيديو. نيجي بقى على الصورة المستحيلة اللي العميل طلبها مننا. يلا بينا، انت يلا. طبعا ما فيش الكلام ده. هتقولي انت كده بتضحك عليا؟ لا طبعا مش بضحك عليك. انا غرضي من الفيديو ده انا كنت اعلمك وان مفيش حاجة مستحيلة تتعمل. فمفيش حاجة اسمها كده، كل التصاميم ممكن تعملها بأبسط الأفكار. تمام. ومتنساش تشترك في القناة وتعمل لي لايك وتقترح لي اسم القناة. وسلام.